صباح الورد وصباح الفل على عيونكم. صباح الرز بلبن. صباح اللبن عليكم. صباح القشطة. صباح كل حاجة حلوة لكل اللي هيشوف الفيديو. ده رز بلبن عملته كده، كان حلو، كان كريمي وكان خفيف ومكرمش ووشه مليان تجاعيد. آه، بصوا، انا دقته كده بصراحة، يعني كان حلو قوي، والحمد لله يعني عملته بالليل، الحمد لله بفضل الله يعني، والهنا والشفا لكل اللي اكله. الصبح ما كانش موجود. بصوا خفيف، وفي عندي بيحب بالفرن دخلت الفرن، وفي ما بيحبش اللي بالزبيب او كده فعملت سبت ساده. فانا ايه بقى، بس اخدت واحد فرن وواحد ساده وواحد بالزبيب، متقولوش لحد، لازم ادوق مش انا اللي عاملاه، فلازم اتوصى بنفسي يا جماعه، ولا كل واحد لازم يتوصى بنفسه. ده اللي بالزبيب بيبقى حلو يعني مع جوز الهند بصراحة برضو، والزبيب كده بيبقى في تيست حلو كده. في حاجات بيليق معاها نوع مكسرات معين، يعني مثلا زي الرز بلبن بتهيألي الزبيب وجوز الهند بيبقوا حلوين معاه قوي. متهيألي ما ينفعش نحط مثلا مكسرات ناشفة او كده. ممكن الكاستر بنحطه تاني بيبقى طعمه حلو، بحس انه طعمه حلو معاه. تعالوا نشوف هنحط ايه، هنعمل ايه مع بعض. ده نص كيلو رز، انا معايراه بالبولة ديت، هي بتاخد نص كيلو رز. نقعته زي 10 دقايق ربع ساعة لو انا مستعجلة عليه يعني، فانا كنت مستعجلة فنقعته ربع ساعة كده في مية. كنت غسلاه طبعا الاول وبصفيته من المية، وبعد كده ايه، نقعته، حطيته في حلة هنا على النار. وحطيت لتر ميه، دي رشة ملح عشان تظبط معايا الطعم. هنفضل نقلب فيه كده، ولو حسيت ان هو شرب المية وما وصلش للسوى اللي انا عايزاه بزود مية لحد ما الاقي حباية الرز معايا دابت خالص، بقت شبه من ان هي معجن اساسا يعني، بس هو مش معجن. حطيت وش لبن معلقتين كبار حلوين كده، بقى ايه هندلعه دلع كده، مفيش وش لبن ممكن تجيب علبة القشطة اللي هي في السوبر ماركت، بس هنحطها في الاخر. فانا عندي وش لبن، حطيت هنا يعني معلقتين كبار مع معلقتين لبن بودرة. هنا خلاص وصل الرز معايا يعني للسوى اللي انا عايزاه. حطيت هنا 2 كيلو لبن او حليب يعني زي ما في ناس بتقول. هنزل ما يكونش مغلي، عايزه الرز بلبن بتاعك برضو يديك اللي هو اللون الحلو الفاتح دوت. ما تغليش اللبن يعني، تنزلي بيه كده تحطيه على يعني تكوني لسه جايباه من عند اللبان او من اللي انت من المكان اللي انت بتجيبي منه اللبن، تحطيه على طول على الرز بلبن لو انت عايز تعملي رز بلبن. السكر بقى يعني حسب الرغبه، يعني انا سكري معايرتش يعني، ما اديتش مكيال بصراحه، بس حطيت زي تقريبا برضو نص كيلو. هفضل اقلب كده، اقلب بقى لحد ما يغلي، لان هو الرز بتاعي مستوي خالص، مستوي تماما يعني. هنا عندي دولت معلقتين كبار كريم شانتيه، ما عندكيش كريم شانتيه خام ممكن تجيبي اللي هو الكيس اللي في السوبر ماركت اللي هو بتاع بيبقى متعبي ومتحلي كده. ده مش متحلي اللي هو الخام دوت. معلقتين نشا كبار، ومعلقتين كريم لبن بودر، ومعلقتين كريم شانتيه قلبتهم مع بعض كده في لبن، ما حطيتش ميه برضو، قلبتهم فيه دوبتهم. هنا معلقتين، حطيت هنا معلقتين وش لبن برضو كمان، يبقى حطيت في دوبت معلقتين نشا ومعلقتين كريم شانتيه كبار ومعلقتين لبن بودر كمان. انا حطيت في البدايه الوش اللبن واللبن البودر، ان انا يعني اخلي الرزايه تبقى غنيه بطعم، مش بالميه لا، واخده طعم تاني مثلا، تبقى غنيه او يبقى كريمي ودسم شويه. نزلت هنا وانا بنزل بالخليط دوت اللي هو النشا والكريم شانتيه واللبن البودرة، لازم اكون معايا مضرب في الايد التانية وبقلب عشان النشا ما تكتلش معايا. زي ما انتم شايفين كده لازم اقلب على طول عشان النشا ما تكتلش. في ناس بقى بتحط مثلا مية ورد، فانيليا. انا من الناس اللي بحب الفانيليا، بيبقى طعمها حلو في الرز بلبن واللبن. بحب مية الورد برضو، بس عندي ولادي ما بيحبوهاش، فحطيت هنا فانيليا. بس طبعا هنطفي خلاص هنحط الفانيليا. هفضل اقلب كده لحد ما خلاص ان انا ايه النشا تستوي معايا، تغلي غلوة وتستوي معايا. واللبن الرز بلبن احس ان هو لف، بمعنى صح تقل خلاص، ان هو ايه بقى ما غرفوش في الطبق، الاقي ان هو صايص او ميه.
حطيت الفانيليا هنا خلاص، هقلب تقلبتين واطفي كده. انا بقى هغرف الرز بلبن. لازم كل ما اغرف اجيب من تحت كده واقلب تقليبه، يعني عشان مثلا ما يبقاش فيه طبق مليان رز او وطبق لا، يبقى كله واخد ايه مقدار واحد. غرفنا هنا الكميه ديت زي ما انتم شايفينها، وحطيت طبعا سبت ساده، وحطيت هنا على زبيب وكده. ديت البولات اللي هي البرام الصغيره ديت بتخش الفرن، فهحط على الوش كده وش لبن. مفيش وش لبن ممكن تحطي سكر بودرة، او وش لبن او قشطة او كده، او معلقة سمنة فلاحي لو موجود تحطيها كده على الوش. بولع الشواية، هولع الشواية بس هدهن كده بس وش لبن في اللي هيخش الفرن بس. والله كان روعة يعني، كان بصراحة والله العظيم مش مجاملة يعني، او عشان انا اللي عاملاه، كان طعمه حلو خالص. دخلت كده اللي انتوا زي اللي انتوا شايفينهم دولت تحت الشواية، اخدوا اللون دوت. ابني كان فرحان بيه خالص، لانه على طول ياخد مثلا 5 جنيه قبل ما يغلى يعني. كمان دلوقتي بقى ب7 جنيه، اللي هو الطبق الفويل اللي انتوا عارفينه الصغير اللي بيبقى في المحلات او السوبر ماركت دوت، كان بيشتريه عشان بيحبوا ان هو يكون فيه الوش المحروق ده، فعملته له. تعالوا بقى دوقوا معايا، والله العظيم يا جماعه كان حلو خالص. لو جربتوه بالطريقه دي هيعجبكم قوي. كان كريمي وخفيف، مش هقول لكم زي بتاع المحلات، لان طبعا هم لهم طرق او الله اعلم بقى يعني بيعملوا ايه، بس انا بالنسبه لي كان حلو خالص وعجب ولادي الحمد لله يعني. والله واتعمل بالليل يا جماعه، والله الصبح ما كانش موجود. تعالوا شوفوا كده. عملت هنا بالزبيب، دقت بالزبيب ودقت ساده ودقت بالفرن. ما انا لازم ادلع نفسي. يا رب تجربوه، ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم. متنسوش تحطوا لايك وشير. مع السلامه.